ذكريات الطفولة كلها في السندوتش ده، سندوتش الشاورما اللحمة بتاع ابو حيدر. يلا نعمله مع بعض ونسترجع ذكريات. قبل ما نبدأ قولولي، كنتوا بتاكلوا شاورما من ابو حيدر وانتوا صغيرين ولا لا؟ ندخل بقى على الطريقة. 4 بصلات متوسطين كده، بصل ابيض قطعته شرايح رفيعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ونزلت بمعلقة كبيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من البابريكا، ورشة من النعناع. النعناع اساسي، نعناع جاف، النعناع اساسي في تتبيلة ابو حيدر. ومعلقتين كبار من بهارات مشكلة. نص كوباية من الخل. دعكت البصل مع التوابل والخل كويس قوي، وبعدين صفيته. في التتبيلة اللي باقية نزلت بكيلو من اللحمة الشرايح بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. اللحمة دي بتكون بتاعت بفتيك، وبنقطعها شرايح بالشكل ده كده عشان تاخد نفس شكل الشاورما السيخ. حطيتهم مع بعض كده في طبق وغطيتهم وحطيتهم في التلاجة ليلة. لو ما عندناش وقت يبقى على الأقل 4 ساعات. بعد كده جهزت حاجة مناسبة، حطيت فيها كمية من الزيت، نزلت بقطع ليا حمرتها. طبعا الليا أساسي في الشاورما. بعد كده نزلت باللحمة شوية بشوية، وتكون النار عالية جدا. اديتها تشويحة كده تاخد صدمة. بعد كده نزلت بشوية كمان من اللحمة. كملوا معايا الفيديو للآخر عشان الفيديو مليان تفاصيل. كملت تشويح اللحمة بالشكل ده كده على نار عالية. وحاولوا تعملوا الشاورما في حاجة مناسبة تدخل الفرن بعد كده، عشان ما تضطروش تنقلوها، تبقى حاجة واحدة ومرة واحدة وخلاص. نزلت باخر جزء من اللحمة بالشكل ده كده. اول ما لونه يغير هبدأ ان انا انزل بالبصل، تقليبة بقى كده مع اللحمة على نار عالية. بعد كده هبدأ ان انا اغطيه وهدي النار ما بين هادية لمتوسطة، ونسيبها تستوي. ونروح نعمل الطحينة. عصير ليمونتين، معلقتين كبار من الخل، رشة من الكمون، ملح حسب الرغبة، وننزل بالطحينة. نقلبهم كويس مع بعض. بعد كده هضيف مية سخنة، مية سخنة بتغلي. نفكها بقى بالمية، وزي ما اتفقنا المية تكون سخنة بتغلي. عندي عندي بتغلي اه ماشي. لازم قوامها يبقى خفيف بالشكل ده. ايه هو انت هتفضلي تقولي معايا كل حاجة. قربنا لولي الحمد لله. نكمل بقى. خلصنا الطحينة، نرجع للشاورما. اديتها تقليبة، كانت ميتها قلت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هبدأ ان انا اختبرها. لقيتها استوت تمام، مش هتحتاج اي حاجة تانية غير شوية من الخل، يعني معلقة من الخل ورشة من الفلفل الرومي، يعني هي فلفلاية واحدة اللي انا ضفتها. تقليبة. وبعدين هغطي وش الصينية كلها باللية، شرايح ليا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، زي ما بتكون اللي هي محطوطة على السيخ بتاع الشاورما من فوق. ضفت كام طماطمية كده فتحتهم بالشكل ده، وهدخل الصينية تحت الشواية، شواية عالية. وكنت بقلب اللية على الناحية التانية علشان تتحمر من الناحيتين. شلت بقى اللية وشلت الطماطم. هنزل بمغرفة من الطحينة. النار مش شغالة ولا حاجة يا جماعة. دلوقتي هنزل بيه بقدونس مفروم ونعناع اخضر مفروم، وزي ما اتفقنا النعناع اساسي في شاورما واحدة. قشرت الطماطم وقطعتها، وقطعت كمان اللي هي قطع صغيرة كده. اللي مش بيحبها يشيلها خلاص يرميها. نقلب كده كل المكونات مع بعضها ونجهز السندوتشات بتاعتنا. جهزنا السندوتشات. الشاورما يا جماعة هي بتاعت ابو حيدر، بس ابو حيدر زمان مش دلوقتي خالص. بتمنى تجربوا طريقتي وترجعوا تكتبوا لي ايه رأيكم فيها. وكالعادة لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش اللايك. اشوفكم في فيديو جديد على خير.